اللي قاعد يمسح جوخ على اعتاب حاكم عربي ينقبر يسد نيعه ويخرس قبل ما يسال حزب الله اين هي المقاومه واين هو محور المقاومه. وهو ذاتهم اللي عم بيقولوا اين هي المقاومه واين هو محور المقاومه، بكره بس المقاومه تخوض الحرب بيطلع بيقول لك لوين اخذتوا لبنان؟ جبتوا لنا الدمار والخراب. قيادة حزب الله لذلك تتصرف بحكمة، برقبتها بلد، برقبتها شعب، برقبتها ناس، مش هيك بتاخذهم على الحرب شمة هوا. يعني قاعدين يزايدوا على حزب الله بهذا الموضوع، يشرفوا يحركوا حالهم على المواقع التي تتخاذل وتتلكأ هذه الدول بيدها أوراق. لا يجوز حجب المسؤولية العربية والإسلامية كلها هيك وتسليط الضوء على حزب الله كأنه يوم اللي ولد حزب الله في قرار إلهي صدر أنه عهدة فلسطين في رقبة السيد حسن. من وين هذا الحكي؟ يعني هو أخذ على عاتقه هذه المسؤولية لأن الآخرين تخاذلوا وتلكأوا عنها. خليني أقول لك شيء، إذا في موقف عربي إسلامي في حد أدنى من الشرف والكرامة، لا نحتاج حربا لنصرة غزة، لا نحتاج أن يعرض حزب الله لبنان للخطر، لا نحتاج لأن يدفع حزب الله من شبابه ومن بيئته مئات وآلاف الشهداء إذا وقعت الحرب.